الزمالك وفاركو، ومكسب النهارده كان مكسب مهم جدا بعد ان الاهلي تعادل امبارح وبيراميدز خسر. وعندك برضو المصري تعادل النهارده، فده ركبك الدوري بدري بدري. هو طبعا لسه بدري، لسه في ماتشات تقيله جايه، بس هي دفعه، يعتبر دفعه في الاول انك انت تبقى راكب الدوري. دي حاجه كويسه يعني. ولكن انت يعني اللعيبه في اول ربع ساعه، هو ايه ليه الضغط؟ ليه اللعيبه نازله مضغوطه؟ ليه مستعجله انها تجيب جون؟ كميه ميس باص مش طبيعيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، الونجات ليه بتسقط لتحت؟ على الاقل وينج فوكو يهرب من ورا اللعب، ماشي. الفاركو قافل، يعني حاطط اللعيبه كلها وقافل على الونجات، وهو عارف خطورتهم فقافل عليهم، واحد فيهم على الاقل يهرب. انت كل ما بتنزل لتحت انت ما فيش خطوره. ناصر ماهر لسه بيدور على نفسه، بغض النظر عن الاسيست اللي عمله في الجون والكوره اللي عملها. انا ما اعرفش، نازل بيدور على نفسه في الملعب. يعني محتاج ان هو يعني يراجع نفسه شويه، يبص على نفسه شويه، يشوف نفسه وهو بيلعب. طيب جيت في الشوط الثاني، نزلت ضغطت من اول دقيقه جبت جون. طب احنا ليه بنلعب دايما بمبدأ الاكتفاء الذاتي؟ يعني انت نزلت جبت جون، الحمد لله شكرا. ما تضغط على الفرقه قدامك، ما تجيب التاني، ما تجيب التالت، ايه المشكله؟ ليه انت جبت جون؟ ليه ما فيش يعني ليه اكتفاء ذاتي؟ مش عارف. وبعدين التغييرات تمام، انت ريحت دماغك، مركز بمركز، مركز بمركز، مركز بمركز. بالنسبه لاحمد شريف، ما اعرفش يعني. حاسس كده ان هو يعني ايه، ممكن الموسم ده ويودع. يعني كورته مش حلوه خالص يعني، خصوصا الكره اللي ضيعها دي. يعني ما في عدم تركيز، او ما اعرفش، قله مهاره، قله خبره، خاف، الله اعلم. بس في الاخر نقدر نقول هو مكسب مهم، مركبك الدوري. انت عندك الماتش الجاي بتاع الاهلي وبيراميدز، واحد فيهم هيعور التاني، فهيبقى ان شاء الله في استفاده يعني اكتر من ان واحد فيهم هيخسر. التعادل باي نتيجه هتبقى في صالح الزمالك يعني.